السلام عليكم. النهارده هنراجع النصائح الطبية لشخص عبقري جهبذ جينيوس بمعنى الكلمة، طبيب سابق ولكن تحسه ظابط كده في نفسه. هو ضد المجال. ضادا، ويلكم تو ذا شو. قبل الانسولين الناس كانت عايشه زي كانت عايشه. الانسولين بقى له بالظبط 100 سنه، 1925. قبليه كانت الناس عايشه زي كانوا عايشين وكويسين. وبعديه اتعالجوا؟ لا. قبل اكتشاف الانسولين سنة 1921 1922 حاجة كده، مريض السكر من النوع الأول خصوصا الأطفال والشباب كان بيموت خلال شهور قليلة جدا من التشخيص، ده غالبا بسبب غيبوبة كيتونية اللي هي دايابيتك كوما. الدكاترة كانوا بيحاولوا يطولوا عمر المريض بحمية شبه المجاعة كده اللي هي starvation diet، فيعيش سنة بدل 3 شهور. لكن تقولي حياة عادية وعايش عادي دي مستحيلة، انت كذاب. بعد الانسولين بقى حصل انقلاب كامل في نمط الوفاة. قبل الانسولين الوفاة المبكرة كانت بسبب غيبوبة سكر حادة، بعد الانسولين اغلب الوفيات بقت في منتصف العمر او بعده كمان بسبب امراض القلب والكلى، يعني المريض اصلا عاش عقود من الزمن زيادة. وهنا النتيجة العلمية الواضحة ان الانسولين حول السكري النوع الاول من مرض قاتل خلال شهور الى مرض مزمن يمكن التعايش معه لعشرات السنين، وده لوحده كافي لنفي فكرة ان قبل الانسولين كانوا عايشين عادي. طيب هل الناس دي كده اتعالجت؟ لا. ما هو طبعا لا. ما هو يعني ايه تعالجه اصلا؟ عشان لو المقصود هنا الشفاء التام واختفاء المرض فلا، الانسولين لا يشفي مرض السكري، لكنه بيعوض هرمون مفقود في النوع الاول. انت في السكري النوع الاول مش بتطلع انسولين علشان يظبط لك السكر، ازاي عايز تصدق دكتور بيقول لك وقف بقى الانسولين؟ في الطب في امراض مزمنه كتير لا تشفى ولكنها تدار، امراض زي ضغط الدم، الفشل الكلوي المزمن، كلها امراض لا تشفى على الاغلب، ولكن العلاج بيقلل من الاعراض ويقلل من المضاعفات وبيطول العمر ويحسن من جوده الحياه. هتلاقي اللي بيدافعوا عنه دلوقتي بيقولوا لك الاعمار بيد الله. اه الاعمار بيد الله فعلا، بس الله حاطط قوانين ومنطق وفيزياء وبيولوجيا لكل حاجه. لو اتنين واقعين في عرض البحر اللي بيعرف يعوم فيهم هو اللي عنده احتماليه اكتر ان هو ما يغرقش ويموت، لان في قوانين ربنا حاططها. من الاخر لو انت مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله ده فانت غبائك مخليه يستغلك، وفي الحالات اللي زي دي غبائك هينهي حياتك. بتر الاعضاء والاطراف بطلناه؟ لا. ده سؤال حلو قوي وسؤال مهم جدا بجد. عدد الناس في المجتمع اللي هم من مرضى السكري اللي بيتم بتر اطرافهم زاد ولا قل؟ زاد طبعا، علشان احنا عددنا كبني ادمين زاد، علشان متوسط اعمارنا زاد، وعدد المرضى نفسه زاد بسبب ان احنا بقينا اكتر كرقم، احنا بقينا كتير. بس الرقم اللي ما ماتوش من مرض السكري بعد كام شهر من التشخيص من ساعه ما شركات الادويه بدات تنتج الانسولين لحد النهارده، لو حطيته جنب الرقم اللي هو بيتكلم عليه هنا فهتفهم قد ايه هو مدلس، بيدلس الحقائق نفسها، بتدلس قاصد يلعب لك في دماغك. الناس بطلت تموت من مضاعفات السكر؟ لا. حالات الانتصاب والارتخاء عند الرجاله اتحسنت؟ لا. الاعصاب الطرفيه؟ لا. الجلطات نسبتها قلت؟ لا. نسبه الفشل الكلوي زادت ولا قلت؟ زادت. ضبط السكر الجيد بالعلاج وأسلوب الحياة بيقلل المضاعفات دي بشكل واضح وبعلاقة طردية كمان لمرضى السكري من النوع الأول. انتهى، نقطة. ما أظنش الموضوع محتاج أي رغي زيادة. يبقى انت عايزه تقولي تقدم ايه؟ وعلم مبني على ايه؟ مبني على علم ظني وجيل بيسلم جيل. يعني إيه ظني؟ يعني إيه ظني أصلا؟ يعني ظنون كده بلا دليل مثلا؟ لا طبعا، العلم الطبي الحديث مش قايم على تخمين، ده قايم على فرضية، تجربة، تحليل، مراجعة أقران، إعادة تجربة، وتحديث التوصيات نفسها عند ظهور أي أدلة جديدة. أنت بتقول إيه؟ والإنسولين نفسه مر على المراحل دي كلها، يعني ملاحظة، عزل، تجربة حيوانية، وبعدين تجربة بشرية، وبعد كده 100 سنة من المتابعة، دراسات على ملايين أو عشرات الملايين من المرضى. لو كان الانسولين بيضر اكتر مما بينفع كنا هنشوف معدلات وفاة اعلى بكتير عند مستخدمينه مقارنة بمرضى السكري من النوع الاول اللي مش بيستخدموه، وده مش حقيقي، ده مش بيحصل، العكس هو اللي بيحصل. غياب الانسولين في مرضى السكري من النوع الاول يساوي وفاة شبه مؤكدة. فعلا شركات الدواء طبعا ليها مصالح وبتضغط وتمول ابحاث، واحيانا كمان بيحصل تحيز وتضارب في المصالح نفسها، وعشان كده في حاجة اسمها مراجعة اقران، وعشان كده في حاجة اسمها اشتراط الافصاح عن التمويل، وعشان كده في دراسات مستقلة بتمولها جهات حكومية او جمعية. العلماء اللي بجد مش بيتعاملوا مع السؤال اللي جواهم او الورقة البحثية كأنها وحي، لازم يبصوا لمجمل الادله من مصادر متعدده عشان تتضح الصوره قدامهم. انما رفض كل الابحاث وكل المجلات بحجه ان شركات الدواء بتمول بعض منها، ده عامل كانك مثلا بترفض كل الهندسه لان شركات البناء بتكسب من المشاريع. النقد مطلوب، انا مش بتكلم على ان العلم فوق النقد، النقد مطلوب، لكن الرفض الكلي ده مش موقف علمي اصلا. الغضروف نفسه برجعه في 3 شهور، بيرجع مكانه بالرنين. بالراحة. بالرنين. الغضروف اللي هو فقره ووراها غضروف وراها فقره، لو الغضروف انزلق بين فقرتين احنا هنمنع شوية اكلات ونسمح بشوية اكلات فيرجع تاني مكانه. لا ده تبرز فكري، انا ما عنديش تعليق عليه الحقيقة. لو الدخان بيتعبك ما خلاص، انا على نظام بس الدخان بيتعبني خلاص، مش مشكلة، ما تشربش دخان. لا ثانية واحدة، انا مش فاهم، انا مش فاهم.
هو بيخلي الناس تدخن في النظام ده، او يعني بيشجعهم ان هم ده واضح ان واحد مش بيدخن اصلا، مش بيحب الدخان، بيخليهم يدخنوا يجربوا الدخان. حد يشوف لنا الموضوع ده يا جدعان، انا مش عارف اتاكد من الموضوع ده. لكن انا بقول لك كلمه من الناهيه. كلمه من ايه؟ من ابو ناهيه. إيه؟ عندك حساسيه من الدخان، تبقى مشكلتك في بطنك، واكل حاجه غلط. انت واكل حاجه غلط. ده تبرز فكري، انا ما عنديش اي تعليق عليه الحقيقه. واي حد على مستوى العالم يقول لما باكل سكر السكر بيوصل الدم، كلامه غلط. السكر في الكبد دلوقتي. تمام تمام، يعني اي حد على مستوى العالم هياكل سكر، السكر ده مش في دمه، السكر ده دلوقتي في كبده. تمام تمام، انا معاك، مصدق. ده هيوصل الكبد ازاي؟ ده ايه السكر هيوصل الكبد من غير دم ازاي؟ انا مش حقيقي ان في حد ممكن مريض سكر يا باشا هقول لك واخد حاجه فيها سكر فيجيله غيبوبه من السكر. وانا هقول لك على حاجه نعملها تجربه عملي. بس أنا لو معايا جهاز السكر في العربيه هعملها فيك انت شخصيا. هاكلك سكر واقيس لك سكرك بعديه، وهاكلك معلقه شطه واقيس السكر بعديه. الشطه هتعلي السكر اكتر من السكر. ده تبرز فكري، انا ما عنديش اي تعليق عليه الحقيقه. بايه مشكله البطيخ والمانجا؟ لا الاتنين دول ما يتاكلوش خالص. ليه؟ انا حر، هو النظام بتاعي كده. اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى. ما هو يعني حد سأل بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ بيضروا الجسم بيموته إيه؟ ساعتها. ما حدش سأل اللي عمل الكيتو انت عملت كده ليه، عشان هو مش بيقول كلام فارغ، زي ان البطيخ بيسبب تسمم مثلا، يعني كلام فارغ معلوش هو الراجل كده. يعني لما حد يقول ان البطيخ بيسبب تسمم للقولون، ده ادعاء طبي لازم له دليل. بتاع الكيتو ما قالش كده، فمحدش سأله انت ايه اللي انت بتعمله ده، وايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. وبعدين الحرية الشخصية في اختيار نظام غذائي يعني ما تساويش الحرية في إطلاق كلام طبي بدون أساس، صح ولا إيه؟ يعني العلم مش بيمنعك تعمل نظامك يعني خالص، لكنه بيمنعك تنسب أمراض لشيء بدون دليل. هو انا دايما بطلب من الناس ان موضوع ضغطك بيعلى، هو دي مش شكوى. وانا قاعد بتكلم معاك دلوقتي انا ما اعرفش ضغطي كام، ولو حد دخل علينا دلوقتي الاوضه وقاس لي الضغط قال لي ضغطك 160 100 هقول له ميرسي شكرا خلاص عرفت. فمعنى ان انت بتقول لي ضغطك انت بتنفورمني عن ضغط الدم جوه دراعي او الشريان اللي جوه دراعي، انا موافق اشكرك على المعلومه دي. لكن انت حضرتك المشكله ان انت على مدار عقود تم ترسيخ معلومات مغلوطه عن اعراض مساءة الفهم. ايه الجمله؟ اعراض مساءة الفهم يعني حضرتك دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت دكتور. صداع يعني ضغط، نشفان ريق وزغلله عين يعني سكر، نهجان والام في الصدر يعني قلب، خمول وتعب يعني انيميا، الام وارتعاش وتنميل اطرافيه يبقى فيتامين ب ناقص، حضرتك في سواد تحت عينيك ده من مجهود الشغل، حضرتك في مشاكل زوجيه ده من ارهاق العمل وستريس مش عارف ايه. حضرتك دلوقتي عندك قاموس بالاعراض بتشخيصها جوه دماغ حضرتك، فبناء عليه انت بتطالبني ان انا اعالج ده. ملوش عندي علاج، انا عليه عندي تبرير وتفسير. زي ما سبق واتكلمنا كلمه حرقان في البول مش بروستاتا، الميديا بتاعه اليورين بتاعتك اتغيرت، البي اتش بتاعها قلويتها وحموضتها اتغيرت، مكوناتها اتغيرت، احتوائها على معاملات التهاب موجود، زائد التهاب الجهاز البولي التناسلي بتاع حضرتك. كل ده ما قلناش فيه بروستاتا متضخمه، لكن انت حفظت حرقان في البيبي، دخول الحمام بولي كتير، لا ده سكر ده بروستاتا. ايوه ايه اللي انت بتقوله؟ يعني حد واخد باله ان هو واخدكم في رحله باترب من بتاعه الماجيك مشروم، حتى مش رحله حلوه لا. يعني احنا بدأنا باننا بنقول كلام معناه ان مفيش حاجه اسمها مرض الضغط العالي، تمام؟ والواحد متوقع ان باقي الكلام من الهري ده كله يفهمك ليه هو من وجهه نظره مفيش حاجه اسمها مرض الضغط العالي. ليه الضغط العالي مش خطر؟ عيش ضغطك عالي عادي عادي، مش هتموت. لو جات لك جلطه هتبقى مش منه، لا لا لا، لو قلبك تعب مش منه، لو الكلى تعبت مش منه. يعني انا مستني شرح كل الكلام ده على فكره، يعني اثبت نظريتك. بس هو مفيش نظريه ولا حاجه، مفيش نظريه اصلا عشان تثبت، فاهم؟ هو بياكلك بالكلام يا باشا، رشاش معلومات مغلوطه على معلومات لاوي حقيقتها قاصد يخليك تشك في نفسك، يخليك تفهمها غلط، وهو قاصد انه يخليك تفهمها غلط على شويه نظريات مؤامره، فانت تحس ان لا اوبا انا مش فاهم قوي. هو اكيد الراجل ده صح، هو واثق من نفسه قوي وانت بطاطس مش فاهم اي حاجه، فانت حاسس ان في جزء من كلامه بيميك سنس، يبقى كله بيميك سنس. اوف ايه الدماغ دي؟
تشرب ميه كتير وكان عندك هالات سوداء. طبعا طبعا اي حد بيشرب ميه كتير لازم يكون عنده هالات سوداء. اي حد بياكل كتير ما بيصومش كتير لازم يكون عنده هالات سوداء. الكبد مش مستعد، مش فضيلك يا بابا. ده تبرز فكري، انا ما عنديش اي تعليق عليه الحقيقه. والله اللي ما بيعرفش يشرب سجاير ما هوش راجل مكتمل الرجوله. يكح يا نهار اسود، اكح من الدخان. يكح يا نهار اسود، اكح من الدخان.